لو عرفوا بابا عمر وماما نازك انك هون اكيد رح يموتوا من همهم. منيح ما قلتي لهم اني هون. ليش ما اجيت على البيت؟ إرسوي مات. شلون؟ رمى حاله من الشباك. أوف. الحمد لله. ايه يعني زعلان على موت إرسوي لهيك ما رحت على البيت؟ لا، لاني ما عم اقدر اطلع بوش امي. رح موت من عذاب الضمير. وشو علاقتك انت؟ امك مو حاطه الحق عليك. بعدين هنن بيآمنوا بالمكتوب والقدر. وانا كمان. وانا خلص إرسوي راح وبيستاهل كل هالشي. انت عملت اللي بيطلع بإيدك. بيستاهل ولا ما بيستاهل ما بتقدر تغير الماضي، بس بتقدر تغير المستقبل. انا مستعد سوي كل شي بس امي توقف على رجليها. اذا قدر امك انه تقوم على رجليها فرح تقوم. رح نعمل كل شي بيطلع بإيدنا. اما اذا قدرها ما تقوم على رجليها فما رح تقوم شو ما حاولنا وعملنا. شكلها قعدتك مع ابي اثرت عليكي كتير. رفقته بتفيد وحدة نظرتها متشائمة للحياة مثلي. بنصحك تسمع له. ما رح اقعد هون على طول. طبعا رح روح على بيتنا. طمنيني ان شاء الله امي فرحت بصورة الجريدة. انا فكرتها رح تتضايق كتير، بس بدي منك تطلب من انجي هالطلب. المرة الجاية تعمل خبر انه حنتزوج لنفرح امك. قربي لاحضنك. اذا في حدا عم بيصور بلكي بيكتب بكره رح يتجوزوا. عدم المؤاخذة ما بخليك تحضني بالمكان يلي عرضت فيه الزواج على رهف، بس طبعا بسمح لك دقيقتين وبس اذا هذا الشي بيريحك. بتعرفي شو؟ بتتذكري وقت اللي اجينا انا وانتي ورهف لهون؟ ايه طبعا بتذكر. كنتي وقتها سمينة كتير وما قدرنا نوسع على الكرسي. كنا 4 أشخاص ما قدرنا نقعد بسبب حكمت. مدري ليش ماني متذكر حكمت ابدا. دخيلك بقى قديش دمك تقيل. بتاكلي كومبير؟ صار لي 5 سنين ما أكلت كومبير. ها برافو، صرتي مثل الفستقة. وانت كمان غيرت وشك وصرت أحلى بكتير. ماشي، أمري لله. إذا ما حدا أخدك رح أخدك. خلصنا بقى بروحها. يلا قومي. يلا يلا، هلأ أمي بينشغل بالها. أنا رح أقعد شوي كمان، وإذا ما أجيت الليلة بكرة بجي. بتحب إني أبقى كمان؟ لا شكرا كتير. وقف لبوسك من خدك التاني وما ببقى بدون زواج.
إذا بترجع بتنبسط أمك، بس إذا بدك بكذب وبقلها ما رح يجي. شكرا لأنك اجيتي.